كنت قاعدة في عربية فبسمع في الراديو كانوا مشغلين برنامج بيتكلموا عن الحكم. انت بتحكم على الناس ولا ما بتحكمش والكلام ده كله. فالمذيع قال حاجة غريبة جدا، بيقول للمتصل بيقول له يعني انت دلوقتي لو حد جه قال لك انا لقيت 100 جنيه في عربيتك فسرقتها وجيت اقول لك عشان ضميري يرتاح، هل بعد كده هتخلي بالك وهو راكب العربية، هتعيني الحاجة، هتخلي بالك من الحاجة اللي في العربية؟ فقال له قال له ليه انت كده تبقى حكمت عليه. فاستغربت جدا من إجابة المذيع. هو المذيع مذيع، هو مش مدرب أو متخصص أو كده، بس استغربت جدا من الإجابة. يعني موضوع الحكم احنا فهمناه بشكل مختلف تماما عن المفروض نفهمه، أو ممكن يكون هو تصدر لنا من بعض المدربين ومن بعض الناس بشكل غير اللي المفروض يكون عليه. انت بالنسبة لك الحكم، معنى الحكم ايه؟ معنى الحكم كمعنى إيجابي ولا سلبي؟ قولي لي الأول بشكل عام وبعد كده قولي بقى الإيجابي والسلبي بتاعه. ماشي. أنا معنى الحكم بالنسبة لي إن شخص يحكم على شخص ما أو طرف تاني بشكل عام جدا، وهو شايف جزء صغير جدا من حياته أو جزء صغير جدا من شخصيته. ما ينفعش إن احنا نبقى ندي حكم مطلق على حاجة ما شفناهاش بصورة كاملة، فهو ده الحكم. انما ممكن الموضوع ده يفيدنا وممكن يضرنا. لو هيفيدنا ان احنا يكون عندنا زي موضوع المذيع ده كده لما سأل، يخلينا عندنا شوية حذر من ان انا اخلي بالي وانا في المواصلات عشان ما تعرضش للسرقة، وانما ما افضلش طول الوقت احكم ان المنطقة دي كلها فيها حرامية. اللي هو مثلا في منطقة معينة وحصل له سرقة، ما ينفعش يقول مثلا المنطقة الفلانية فيها حرامية، ده حكم مطلق. هو شخص واحد مثلا سرق، ما ينفعش ادي حكم مطلق على منطقة كاملة. فدي دي الحاجة اللي بتضر. انما الحاجة الايجابية اللي هي تخليني شوية عندي حذر كده، واخد بالي من تفاصيل ممكن تحصل واتعلم من خلالها. يعني انا كان عندي مره بنات بتكلم معاهم فبتقولي لا هو ثواني، هو انا لما بسمع حد يقولي ما تحكميش على فلانه ان هي مش عارفه علشان مثلا بتعمل الذنب الكبير قوي الفلاني ده يبقى دي كده مثلا غلط وحشه في الحته دي، امال انا كده ايه الفرق ما بيني وما بينها؟ فقلت لها لا، هو في فرق بين ان انت تحكمي في النقطه دي، انه في النقطه دي لا انتوا مختلفين عن بعض، انت صح وهي غلط، لكن توتال حياتكم عامل ازاي او اجمالي الحياه واجمالي المقام عند ربنا ايه دي حاجه تانية. يعني ممكن اكون انا بعمل ذنب بس خفي، وغيري بيعمل ذنب بس ظاهر، بس عند ربنا سبحانه وتعالى ذنبي الخفي انا اسوأ مليون مره من ذنبه اللي ظاهر. وفي الاخر يعني برضو احنا حته الحكم ساعات بتدخل معانا شويه في ان احنا بناخد يعني ايه استغفر الله العظيم، عارفه مسؤوليات الاله. انت بتحكم كانك بتحط الناس في مقامات في الاخره، انت مالك؟ مش بتاعتك. لكن في الدنيا الصح صح والغلط غلط، ومن غير حكم مش هيبقى فيه صح ومش هيبقى فيه غلط. لو انا مش عارف احكم انه لا الحاجه الفلانيه دي صح ودي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، لا دي غلط ودي ما ترضيش ربنا، دي كده طاعه ودي كده معصيه، يبقى انا اصلا انا بتوه المعياريه كلها. انا ما بخليش عند الناس في حاجه تقول لهم ايه الصح وايه الغلط، يعملوا ايه وما يعملوش ايه، ايه اللي لو عملوه هيروحوا الجنه وايه اللي لو عملوش هيروحوا النار، ايه اللي لو عملوه يبقى ان شاء الله في بركه في حياتهم وحياتهم هتبقى ماشيه صح، وايه اللي لو عملوه لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس ولا يطوي بشره عن احد. يعني كان يحذر، يعني ايه؟ عارفه احنا عندنا احنا يقول لك ايه ما تبقاش ساذج، هو السذاجه دي عكسها ايه؟ حد فاطن كده فاهم في البني ادمين كويس. طب احنا بنفهم في البني ادمين ازاي؟ المفروض بالمعاملات، يعني بكتشف باحتكاك بالظبط كده مواقف معينه بتبين لي شخصيه اللي قصادي. طب انا لسه ما فيش مواقف، يبقى الاصل ايه؟ الحذر مش التخوين، ودي فرق، في فرق طبعا، فرق كبير جدا. فالحذر بس البشر بتاعه صلى الله عليه وسلم للناس كلها، لكن هل معنى كده ان انا اكون ساذج؟ لا، في فرق. فحتى انا استغربت اجابه المذيع، لان الفكره انه طب ما يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، افرض شخص فعلا عمل كده، فانا مثلا المره اللي جايه انا اعنته اصلا على نفسه ان هو ما يبقاش الموضوع بالنسبه له سهل تاني، ان مثلا حطيت حاجتي في مكانها، فكده اعنته اصلا على نفسه ان هو ما يمدش ايده تاني لحاجه مش بتاعته. فده حذر وده عادي جدا، لان احنا مش هنحكم على بعض. انا ما اعرفش مقامه ايه عند ربنا سبحانه وتعالى، ما اعرفش ده بجد ولا لا، دي حاجه تخصه بينه وبين ربه، لكن انا كبشر بعمل حدود معين ومعيارين. عشان كده بشوف ان اللي فيه فرق بين الحكم والنصيحه، ان انا احكم على حد ان انا يعني اوصمه وصمه معينه او حكم مطلق عليه لمجرد تصرف معين عمله. انما نصيحه لو شفت مثلا حد عمل حاجه في ايديا ان انا انصحه بيها، انصحه ان انا بشكل كويس كده اقدر اقول له
معظم الناس دلوقتي بقت تخاف تقول النصيحة بسبب اللي يتقال عليها انت بتحكمي على الناس، انت كده رجعية، ما ينفعش، احنا متعلمين ما نحكمش على حد. والصراحة انا برضو عشان كوتش ومن خلال يعني كارير، احنا عندنا في الكوتشنج ما بنحكمش خالص على الكلاينت، ولا بنهاجمه ولا بنلومه ولا بنوجهه ولا الكلام ده كله. وده عشان نديله احساس الامان انه في بيئة امنة، او نحسسه انه مقبول. بس مش معنى كده انه الشخص عموما يعمل تصرف غلط وهو عارف كويس قوي ان الطرف التاني مش هيقول انه ده غلط. ما هو برضه خدي بالك الناس دلوقتي بتتعامل انه المنتشر كده كده محدش هيحكم عليا، كده الناس محدش بتخاف هيصلح. تتكلم، ناس بتخاف تقول ان ده غلط او ده حرام ده حلال، فاعمل اللي انا عايزه، ما انا حر. فالفكرة هنا انه انا لما بشوف تصرف ما وحش في شخص، هو غصب عني هيأثر عليا وهيأثر باللي حواليا، وانا هتأثر باللي حواليا كمان. فالموضوع ده مهم جدا. لو مثلا انا حبيت انصح واحده بحاجه معينه، بان هي مثلا ما تبينش القصه، بان هي مثلا تلبس لبس معين، انا هنا مش بحكم عليها ان هي وحشه او ان هي بتعمل حاجه غلط، او ان هي مثلا هتبقى عند ربنا بشكل مش كويس. عمري ما هقول لها اصلا نصيحه مش تبقى بالاسلوب ده خالص، ولكن انا هحاول ان انا اقول لها، ويمكن اكون بنصح نفسي من خلالها برضو. ما هو انا برضو محتاجه اني اذكر نفسي انها ممكن اتفتن بيها وانا مش واخده بالي. انا عارفه اني مثلا القصه بتخرج من الشعر حرام، بس انا ايش ضراني؟ ما انا ممكن في يوم من الايام اتفتن واعملها. فانا لما اروح اقول لها مثلا الافضل حجابنا مثلا ما نبينش حاجه خالص من شعرنا، انت كده جميله، طريقه النصيحه بتفرق. فالفرق بين الحكم والنصيحه ان انا مش رايحه اقول للشخص انت مش مقبول، بالعكس انت مقبول، ولكن في حته نبقى افضل فيها شويه. انما ان انا اروح اهاجمه او اوصمه وصم معين، انت عارفه انك كده بتعملي معصيه، انت عارفه انت كده هتخشي النار، دي طريقه غلط، دي الحكم بقى. فالطريقه هي اللي بتفرق ما بين الحكم والنصيحه بس. فهي دي الموضوع. يعني لو حاولنا ان احنا ناخد بالنا هي شعرايه بس، يعني في الطريقه وفي الاسلوب واحنا بنكلم الناس هتفهم وتتقبل الطريقه دي. صح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لك لو حد قال لحد انت كافر او روح انت ربنا مش هيغفر لك، معنى الحديث يعني روح انت ربنا مش هيغفر لك، يعني واحد فيكم ربنا سبحانه وتعالى هينزل عليه الحكم ده فعلا. ليه؟ عشان انت تقليت على الله سبحانه وتعالى، انت مش من حقك انك تقول كده على ربنا سبحانه وتعالى. فاعتقد فعلا النقاط الفارقه في الموضوع ان اولا ما ينفعش ان انت تحقر اخاك. الحديث برضو يقولها كده، من جواك انت تشوفه ده وحش، ده قليل، ده اقل مني عند ربنا، الله اعلم. صح. تاني حاجة ما تحكمش على مستقبله مع ربنا عامل ازاي، الله اعلم الخاتمة هتبقى ايه. لان فعلا يعني ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ناس اتغفر لها بحركة معينة عملوها، حركة رحمة معينة اتغفر لها كل اللي هم عملوه. ففعلا ما نعرفش مقامات الناس عند ربنا ايه، وما نعرفش مقامات ذنوبنا وحسناتنا ايه. في حاجات ممكن نكون بنعملها احنا فاكرينها واو، بس غيرنا عنده معصية في الحتة اللي احنا شاطرين فيها، لكن بيعمل طاعة هي أولى عند ربنا 100 مرة من اللي احنا بنعمله. خدي بالك برضو دي خدعة، ان احنا رايحين بننصح برضو ما يجيش في دماغنا ان احنا بقى واو، يعني يا ما هنا يا ما هناك بقى وكده. احنا فعلا انا دايما بقعد اقول حتى جوايا ساعات ببقى انا في حاجة عاملاها غلط مثلا، والاقي واحدة صاحبتي تيجي تقول لي انا مثلا ما صليتش الفجر، وانا مش مصليه النهارده مثلا، راحت عليا نوم او حاجه، فاقول لنفسي يا سبحان الله، يا سبحان الله، ربنا خلاها لو جات لي في يوم تاني لو جات لي في يوم تاني اقول لها لا ما ينفعش ازاي ما نصليش الفجر، ظبطي بنبي، واديها قائمه نصايح كده حلوه جدا. بس ساعات فعلا بتحصل لي ان انا لا، يعني احس انه صدقني انا جوايا انا بقى ان انا كمان ما صليتش الفجر، انا حسيت بيها قوي، انا قدرتها قوي. فصح احنا فعلا محتاجين نظبط ننبه، محتاجين نحط نية، محتاجين مثلا نخلي حد من اهلنا يصحينا، وتبقى النصيحة بشكل لين شوية. فلو طبقنا الموضوع ده في العموم بقى، ان انا مش جاي انصحك علشان انا حد ما فيش جايب 10 من 10 في العبادات، لا والله بجد احنا ماشيين بستر ربنا، بس احنا فعلا بننصح علشان احنا ممكن نفتن ببعض، علشان احنا بنأثر وبنتأثر بالعالم الخارجي، محدش عايش لوحده. فمهم جدا الموضوع يعني.